يا اهلا بيكم، عاملين ايه؟ مكملين مع بعض ان شاء الله في كورس الشموع. هنعمل مع بعض النهارده الفواحات. ايه هي الفواحات دي؟ الفواحات دي بتكون عبارة عن قطع شمع، ما بتحطش فيها فتيل. بنستخدمها لكذا حاجة، يا اما بنحطها في الدواليب علشان تعطر الدولاب، او بنحطها في الشنط، سواء شنطة اليد او شنطة الهدوم، بتدي تعطير لطيف للشنط. او ان احنا بنعمل ديت بيكون ليها كذا شكل يعني، او ان احنا بنعمل منها اللي هي الاشكال. استنى أوريها لكم. الاشكال اللي هي بتكون الصغيرة دي ريحتها تحفة. الاشكال اللي هي الصغيرة دي اهي دي بنستخدمها في ايه برضو؟ يا اما في الشنط او في الدواليب، وليها كمان استخدام تالت، ان احنا بنستخدمها في الفواحات ديت. بنحطها كده فوق هنا كده، وبنحط هنا شمعة، والشمعة الحرارة بتسيح الشمع اللي فوق دي، فلما الشمعة بتسيح بتدي تعطير في المكان. فالفواحات دي ليها كذا استخدام، واستخدامها جميل جدا بصراحة في تعطير الدواليب او الشنط. انا عن نفسي استخدمتها كذا مرة. فاحنا هنعمل مع بعض النهاردة الشموع ديت، وهي طريقتها سهلة جدا 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 جدا. ليها كذا قالب، اللي هما الحاجات الصغيرة ديت. ليها قوالب زي دي كده، بتتباع في محلات اللي هي مستلزمات الحلويات وكده. اهي بيبقى فيها كذا شكل. دي بنعمل فيها الاشكال ديت، بنستخدمها برضو في الدواليب او الشنط او الفواحات ديت. وفي بيبقى ليها اشكال القوالب السيليكون دي. اهي باينه اهي. في منها اشكال كتير، اللي هي الكبيره دي استخدامها الاكتر بيكون في الشنط وفي الدواليب. فانا النهارده هعمل معاكم واحده من دي، سواء ده او ده طريقتهم واحده. فانا هعمل معاكم النهارده واحده من ديت علشان نعرف الطريقه مع بعض. فانا ممكن استخدم ايه؟ استخدم الشكل ده اهو. هنعملها مع بعض. الشكل ده انا وزنته قبل كده، وبياخد معايا في حدود يعني 28 جرام 30 جرام شمع. فانا هعتبرهم 30 جرام شمع، وقلنا 30 جرام شمع 10% منهم عطر، 10% انا مثلا في حدود 3 جرام عطر. طيب الشموع اللي هي الفواحات دي بنستخدم فيها نوع واحد من الشموع، وهو النخيل. طب ليه النخيل؟ اولا لان النخيل لما بيتماسك، لما بنسيحه بيتماسك، بيبقى صلب جدا، صلب جدا جدا. فبيبقى سهل ان احنا نحطه في الشنط او في الدواليب، مش بسهولة ان هو يتكسر. فبتحمل معانا البهدلة، يعني ان هو يتحط في جوه شنطة او جوه دولاب وكده، مش سهل ان هو يتكسر. ده اولا. ثانيا بيحتفظ بالعطر بطريقة كويسة جدا، فده بيساعد اكتر على التعطير، بيحتفظ بالعطر فيه لمدة اطول. فاحنا الشمع ده اللي هو شمع الفواحات هنعمله كله بشمع النخيل، مش هنخلط معاه اي نوع تاني. فاللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنوزن في حدود 27 جرام او 26 جرام نخيل، والباقي هيبقى عطر. الباقي اللي هو مثلا هيبقى 3 جرام عطر. اهو دول 27 جرام. هعمل ايه؟ هوزن بقى العطر. هوزن 3 جرام عطر. تهيألي دول 3 جرام، بس الميزان
مش عاوز يجيبها. تمام كده 3 جرام عطر. طيب يبقى احنا كده حضرنا مع بعض الشمع اللي هنحتاجه، وقلنا ان هو هنعمله بشمع النخيل فقط لا غير، مش هنستخدم معاه اي نوع تاني شمع. وحضرنا العطر. اللي انا هعمله ان انا هاخد زي المره اللي فاتت بالظبط اللي انا بسيح فيها الشمع، هحط فيها الشمع الخام واحطها على حمام مائي اسيحها وارجع لكم على طول. خلاص سيحنا الشمع اهوت، وزي ما اتعودنا هنتأكد من درجة حرارة الشمع ان هو وصل للدرجة اللي احنا اتفقنا عليها، من يعني مثلا قدام من 63 لحد 70 درجة مئوية. الدرجة ديت بتبقى مناسبة جدا لإضافة العطر، وديت خطوة مهمة جدا علشان العطر لما نحطه ما يكونش الشمع سخن قوي فالعطر يتبخر منه. او بقى 65 66 67. اه 69، وبدأ ينزل كمان عن 69. فاظن دي درجة كويسة جدا ان احنا نحط فيها العطر وهيبدأ ينزل عن كده كل ما هنسيبه. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول بسم الله ونضيف العطر بهدوء ونقلب كويس جدا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت برضو، عشان العطر يمتزج بالشمع. بسم الله. خلاص انا قلبت كويس جدا. هجيب بقى الصنبه اللي انا هصب فيها، وبسم الله نصب اهو. تمام كده. هستنى عليها دقيقه واحده بس تبدا تمسك حاجه بسيطه علشان اوريكم طريقه تزيين. ومع بال ما تمسك هوريكم حاجه. انا عندي العلبه ده، العلبه دي بعيد، بصوا بجمع فيها كل حاجه. يعني انا مش شرط، كنت عايزه اقول لكم الموضوع ده، مش شرط عشان ازين الشمعة ان انا اشتري حاجات كتير وغاليه وكل الكلام ده، لا. ده انا يعني لو ماشيه مثلا في الشارع ولقيت فرع مثلا شجره زي ده حلو عجبني، بجيبه وبجففه وبعينه عندي بستخدمه في التزيين. ورده زي دي كده، ورد ده بيبقى تحفه في التزيين وهنزين بيه دلوقتي مع بعض. ده انا مش شارياه، ده انا مثلا بلاقيه في بوكي ورد جالي، او مثلا وردة على شجرة عجبتني بقطفها وبجففها، تبقى بالمنظر ده. قوقعة، ورود اللي هي الحمرة دي كلها انا مجففاهم اهي. عندي برضو اللي هي شرايح البرتقان، شرايح الليمون بجففها برضو بعينها معايا، زي حاجة زي دي كمان اهي. كل الحاجات دي لما بلاقيها على شجرة او في اي مكان مثلا بجيبها قواقع من قدام البحر بقى. يعني بجيبها وشغالة معايا، ويبقى شكلها حلو جدا جدا في التزيين. ورد صغير زي ده، بصوا ده بيبقى تحفة. مش عارفة باين ولا لا. فيعني ما توقفوش نفسكم على حاجة، اي حاجة فعلا تنفع معاكم في التزيين وبيبقى شكلها حلو جدا. فانا هاخد مثلا فرع زي ده كده اهو. هي الكاميرا مبكسلة بس شوية. هقص ده كده وهاجي عند، حطيتها عشان اعرف ازقها اصلا، وهاجي كده احطها بسم الله.
بس هي لسه سايحة شوية، المفروض كنت استنى عليها ثانية اهي. احطها بالشكل ده كده. ممكن ازود حاجة بسيطة كمان، ان انا مثلا ممكن اجيب جليتر مثلا واعمل كده بس خلاص. شكرا. شكلها كده جميل ورايق ورقيق جدا. فهسيبها بقى تنشف براحتها خالص، ولما هتنشف هرجع لكم على طول. خلاص الفواحة نشفت اهي، بقى شكلها بجد حلو جدا. طلعها مع بعض بسم الله. شكلها جميل. طبعا واخده لون بسيط اخضر، لان انا اللي سيحت فيها الشمع كنت عامله معاكم فيها المره اللي فاتت الشمع باللون الاخضر، فكان لسه في باقي كده على الجدران بواقي لون اخضر فسبتها عادي، كان عاجبني شكلها مفيش مشكله. اهي اللي هنعمله بقى دلوقتي، طبعا دي شمعة معطرة، طبعا دي شمعة معطرة هي، بس دي مسدودة بس من قدام. هفتحها اهي. هنجيب الخيط الخيش ده كده وندخله حلو جدا. هربط بقى الخيط ده كويس كده. ممكن بس مش متعبة. تمام كده. طبعا زي ما تعودنا اي حاجة فيها عطر لازم تتعتق. هنجيب الاسترتش وول اهو، هنجيب الاسترتش وول بالراحة بقى علشان الوردة، يعني عشان دي فيها وردة من فوق، فيعني ايه ناخد بالنا اهي. كده اهي، من ورا من قدام اقصد، ومن ورا ملفوفة كويس جدا. وبرضو هنسيبها في مكان ضلمة ومقفول لمدة اسبوع، بعد كده هنطلعها ان شاء الله للاستخدام. وبس كده الفواحات تكون خلصت معانا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. اشوفكم مرة تانية، مع السلامة.